لو هنتكلم في حاجه از توكسيك فهي ملهاش حل. ان هو ازاي يختار بروبرتي فعلا سواء يسكن فيها او حاجه انفستمنت فعلا ناجحه. صباح الفل. صباح الجمال. بيشوي بيك رياض، عامل ايه حبيبي انا كله تمام؟ كله تمام الحمد لله، وانت كمان؟ عايزينك تعرف نفسك للناس. انا بشوي رياض، سي او فلوريدا هايل. واف ال دي ان شاء الله، تمام. الشركه الجديده. اوكي، طلعنا مفاجآت انت. ما قلنا نقول حاجه كده في الاول. احنا من 2015 استابلشت 2015. هايل. واحنا في الماركت من 2013 والمس بقالنا عمر يعني مش عارف قد ايه، بس بقالنا حبه حلوين. احنا نعرف بعض مبدئيا بقالنا 10 سنين ما شاء الله. من ايام كولدويل، من ايام مهندسين. مظبوط. من اول لونش عين هيلز أيوة ومونت جلال 10 سنين لما عمر. نزل. طبعا عمر كبير. جيرني حلوه جدا ان ابتدينا سوا مع بعض. جميله يا رب على طول. يا رب. قول لنا، عايزينك تقول للناس كده ببساطه كده الريد فلاج اللي قابلتك في ريل ستيت بشكل عام وتعاملت كبيشوي معاها ازاي. طيب انت قصدك ريد فلاج از توكسيك يعني؟ توكسيك، حاجات صعوبات واجهتها في الريل ستيت بشكل عام الفتره ديت، ما كانش اسهل حاجه، كنت بتتعامل معاها ازاي؟ دخلنا كده ان ديتيلز. بص، لو هنتكلم في حاجه از توكسيك فهي ملهاش حل. أوكي. انما صعوبات دايما صعوبات اللي بيبقى ليها حل. التشالنج، خلينا في التشالنج. فخلينا في التشالنج. بص، لو التشالنج انت عارف ان كل سنه دايما بنقابل تشالنجز مختلفه عن السنه اللي قبلها. هايل. ومناش عارفينها، يعني احنا بنخش السنه بنبتدي كده فجاه بتلاقي حاجات غريبه زي التعويم والكلام ده كله. اوكي. لو جيت بصيت في خلال ال10 سنين او ال12 سنه اللي فاتوا، احنا قابلنا صعوبات كتير جدا. احنا حضرنا حوالي 4 أو 5 مرات تعويم، ازمات اقتصاديه عالميه وداخليه، حاجات كلها جديده بالنسبه لنا كمان. ثوره. لا احنا قابلنا تشالنجز تقيله في الماركت. يعني انت لو بتتكلم في الاجيال، لا جيل الثمانينات والتسعينات لحد اوائل الالفينات كانوا عايشين عيشه كويسه جدا. اوكي. يعني ما كانش عندهم غير سنه 92 بس، يعني هو دي الحاجه الوحيده الصعبه اللي قابلوها حضرناها برضه او حضرناها. انما بعد ما دخلنا في الالفينات، لا انت لو بتتكلم في ال 25 سنه اللي فاتوا، انت لو يعني متابع الدنيا هتلاقي ان تقريبا كل 4 سنين بالظبط خريطه العالم بتتغير. صح، دي حقيقة. يعني بص على 2005 فوت 2011 فوت 2016 فوت 2020 25 الله اعلم. فكل 4-5 سنين تقريبا خريطه العالم كلها بالكامل بتتغير. وده طبعا بيأثر علينا في ماركت الريل استيت. احنا اندستري من ضمن اندستريز كتيره، وخلينا نقول ان احنا المين اندستري في مصر. فبالتالي لا، في صعوبات كتير جدا بنقابلها. اكتر صعوبات شايفها بتواجه الناس في ماركت الريل استيت التغير الدائم. انت كل شهرين بيحصل لك، او كل 3 شهور تقريبا بيحصل تغير دائم في الماركت. بيحصل تغير في الديفلوبر، فجأة بتلاقي ديفلوبرز جديدة طالعة والقديم قافل بيع. فبتضطر ان انت عشان تواكب لازم تعرف مين الجديد دوت عشان تعرف تبيع معاه وتشتغل معاه. السيلز نفسهم، السيلز فورس، الماركتنج، شكل الماركتنج بيتغير كل 2-3. سوشيال ميديا كان بوست، بقى لا لينكد ان بقى كده، بقى فيديوز، بقى سبوكن فيديوز، بعد كده بقى AI. يعني انت كل شوية في تطور كبير جدا عشان تعرف تجيب الكلاينت بتاعك از ماركتنج يعني. فده من ضمن الصعوبات الكبيره اللي بتقابلها. من ضمن الحاجات برضو اللي بتقابلها في الماركت بس انترنالي في الشركات، النفسيه دي. انا شايف ان دي اصعب تشالنج دايما احنا بنقابلها. نفسيه الاشخاص، الشخص اللي بيبيع وبعد كده بتلاقيه واقع، الشخص اللي الايجو بتاعه فجاه بيبقى الايجو بتاعه عالي قوي بعد ما بيبيع وبعد ما بيوصل لحاجه معينه. ده من ضمن التشالنجز الصعبة في الشركات انترنالي. التريننج، ازاي تطلع كاليبر كويس، ازاي تبيلد تراست ما بينك وما بين السيلز، وما بينك وما بين الشركة، وما بين الشركة وما بين الكلاينت، وما بين الكلاينت وما بين الديفلوبر. يعني في تشالنجز كتير احنا بنقابلها يعني كل يوم. انت من اكتر الناس يعني بصراحة اللي جوه الكولابوريشن وبشكل عام، احنا عارفين بعض من زمان، ان انت عامل رابور قوي جدا ما بينك وبين ناسك اصلا. يعني انت بتعامل ناسك ان انتوا اصحاب بتحبوا بعض على طول، حتى في اجازاتكم في خروجاتكم اجي اخش المكتب عندك ليكم بتاكلوا سوا. انت بتعملها ازاي؟ انت بتعملها بطريقه حلوه جدا ان ناسك بيحبوك بجد. بص، هو ده خد سنين يعني، ما خدش ما شاء الله ليله يعني، ده خد سنين. الفكره كلها ازاي ان انت تكون يعني لحد ما الحمد لله طبعا حقاني انك تعرف تفصل ما بين الناس. يعني لما تقول لحد لا هي لا تمام، لما تقول لحد اوكي موافق هي موافق. في نفس الوقت انك ازاي تتعامل معهم in simplicity simple way. بتصحى الصبح مفيش حاجه اسمها صاحب شركه
يعني السي او نجح من وجهه نظري، او صاحب الشركه نجح من وجهه نظري، هو مش صاحب شركه، هو بيدير نفوس بشريه. اوكي. ففكره ان انت تتعامل مع نفوس بشريه دي فكره صعبه جدا. يعني ما ينفعش واحد يروح بيته في يوم متضايق وزعلان منك ومن الشغل ممكن ينام ما يصحاش. فانا شايف ان انت من دي 1 انت بتتسال على البني ادمين دي قبل ما تتسال على الشغل. أوكي. يعني كل بني ادم دخل الشركه وخرج انت هتسال عليه في يوم انت الكبير، انت المسؤول. انت رب بيتي. هتتسال عليه، هتسال على نفسيته، هتسال على شغله، هتسال على مستواه، هتتسال عن حالته الماديه، هتتسال عن كل حاجه. فهل انت عدلت ولا ظلمت؟ فيعني دايما لما تيجي تعامل الناس حط في حساباتك الاول انك بتعامل ربنا. اوكي. ما بينك وبين الناس هتحاول بقدر الامكان تلاقي نفسك بتحكم بالعدل، لان انا شايف ان السي او هو بروبلم سولفر بس. هو ما بيعملش حاجه، هو من الصبح بالليل هو دوره ان المشكله بتوصل له ان فاينل ستيج وهو هيحلها. هو ده دوره، هو دوره مش اي حاجه تانية. انت ولا بتدي تريننج ولا بتكلم الكلاينت عشان خاطر تبيع البيعه ولا الكلام ده كله. انت دورك من الصبح بالليل بتحل مشاكل. اوكي. فانت تحل مشاكل شكلها عامل ازاي ومحدش يدعي عليك ومحدش يبقى حاسس ان هو مظلوم في الشركه. فده طبعا بيقرب المسافات ما بين الناس وبعضها. طبعا هايل. فرصه بقى وانت جنبي هسألك سؤال بيهم ناس كتير جدا. ناس كتير قوي كان اختيارها مش موفق الفتره اللي فاتت في بيت بيشتروه. من وجهه نظرك هم عملوا ايه عشان يختاروا عقار مش احسن حاجه؟ وبتنصح الناس ازاي سواء لينا كلنا وطبعا لاي حد بيجي فلوريدا ان هو ازاي يختار بروبرتي فعلا سواء يسكن فيها او حاجه انفستمنت فعلا ناجحه؟ هقول لك على فكره عكس السؤال ده. قول لي. دايما احنا ناس بتتكلم بالبوزيتيف سايد، ازاي اختار عقار ناجح. حلو. ده السؤال. طب ما تيجي نفكر ازاي اختار عقار فاشل. قول لي وقصدك ايه؟ يعني انا دلوقتي لما اقول لك ازاي تفشل فانت مش هتفشل، هتنجح. هافويد الحدوته اللي هتافويد بالظبط الستابس دي. في فلوريدا تعدل لك بقى. قول لي. في فلوريدا بحاول اعلمهم ازاي يختاروا العقار الفاشل. اوكي. فبالتالي غصب عنه هو شاف فشله هيبعد عنه. اوكي. فهيقدر يختار العقار الناجح. يعني ايه؟ النهارده ديفلوبر ما، بلاش نجيب اسماء في البودكاست، خلاص، ديفلوبر ما نازل بيقول انا عندي ملاءه ماليه قويه وعندي اوثوريتي من الجهه معينه وي 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 وحاجات كتير. اوكي. بس قد انا ما اعرفوش، صح؟ مش من البيج نيم بتوعنا، ما اعرفوش اصلا. اوكي. هو مش موجود. أوكي. هو لسه داخل ماركت ريل استيت النهارده الصبح. اوكي. طيب فينزل ببرايسز قليله، بيجر الناس تقول لك ايه ده جامد، بيمنت بلان على 10 سنين، الحق ارض مفيش اختها في الماركت. اوكي. طب ما انت هتروح تشتري. طب بعد 3 سنين تيجي تدور على الديفلوبر ما تلاقيهوش، تيجي تدور على الاستلامات ما تلاقيهاش، ولو سلمك تخش لا مش ده اللي انا اشتريته، مكان طلع مكان حاجه تانية، ليكس اتبدلت ببيلدينجز، كوميرشال فجاه بقى سكول، مش عارف كلاب هاوس كانوا 4 بقى واحده. اوكي. حاجات كتير مختلفه بنشوفها كتير الحاجات دي. طب ما تبعد عن التراك ده وتبعد عن الحاجه الرخيصه. يعني دايما الحاجه الرخيصه الدبان بيتلم عليها. انا دايما بوصفها كده. اوكي. طب ما اروحش لده، يعني خليك زي ابل، يعني اوت اوف ذا بوكس، العب بره الماركت. اغلى بس هبقى ضامن الفلوس. يعني انا دايما بقول لهم لو 80 او 90% انا مش ضامن البرودكت اللي بشتريه ما اشتريهوش. صح. خليك في مصر تحديدا لازم ده. يعني بره في الامارات انت عندك حساب ضامن وعندك حاجات كتير جدا بتدي الضمان للكلاينت لما بيجي يشتري. حتى لو الديفلوبر، يعني بدون ذكر اسماء، في ناس وكبيره وحصل لها مشاكل كرايسيس كبيره في الامارات وخلعت والحكومه جابتها ورجعت للناس فلوسها واجبرت الديفلوبر ان هو يكمل البروجكتس بتاعته. والكلام ده حصل من 2 سنين. يعني الستوري دي نقدر نترجمها هو مين. تمام. النهارده لو حصل ده في مصر مش هيحصل كده.
والناس بتفضل في المحاكم بال10 وبال20 سنه. انت مش عايز وجع دماغ، انت بتجيب الكلاينت بتاعك بتقول له تعالى خد البيت ده، انا ضامن لك الحكايه نفسها. انت بتتكلم انت اقدم مني بقى في الماركت. لا يا باشا انت الكينج يا باشا. لا بجد بكلم جد، انت بتضمنه الحكايه منين؟ بص انا بشوف بصراحه في بشوي صديقي الجميل حاجه حلوه، انت دايما بتعلمها لناسك، وانا بشوف القصه دي زي ما اتكلمنا من دقيقتين كده، ان انت الدنيا عندك فاميلي بينك وبين المديرين والسيلز والدنيا عندك حلوه قوي، ان انت دايما بتعلمهم حته اللي هو انت بتروح للديفلوبر الكبير بالزبط. بتروح ديفلوبر كبير، في كلنا عارفين هم تلاقي مثلا 8-10 ديفلوبر كبار في مصر هم اهرامات، وفي ناس بتكبر. انا مش بلغي الناس اللي بتكبر تمام، بس ما تروحش لحد انت ما تعرفوش. احنا بقى اتقرصنا من ده من 10-12 سنه لما اشتغلنا في الماركت، كنا بنبيع لاي حد واحنا ما نعرفش الفرق ما بين ده وده ايه. تمام، فاللي انا بحاول ان انا اوصله للناس دلوقتي بقى في وعي كبير خلاص، انت تقدر دلوقتي بقى في وعي ريكومنديشن، الكلاينت بقى عنده وعي اكبر بكتير من السيلز على فكره. يعني الكلاينت اللي بيدور هو بتلاقيه جايب لك انفورميشن مذاكر جدا اكتر من السيلز، فما تروحش ورا انسنتيف ده الف ب صح. يعني السيلز اللي يكلمك من الديفلوبر يقول لك انا الانسنتيف بدل 1% 4%، ده ما تروحلوش ده ما تروحلوش هتتجرر الحته دي. اللي ما بيكلمكش هو ده اللي تروح له، صح، لانه ما بيكلمكش، هو مش مستنيك، وعارفين منهم هم ال5-6 دول برضو. وفي ناس كتير طالعه كويسه، يعني في ناس طالعه بمختلف الديستنيشنز، لا أوكي. ناس كويسه هتبوم، انت شايف الفتره اللي جايه هي عملت بومينج اوريدي. أوكي. يعني حد نزل بسرعه، يعني خليني اقول لك على حاجه، خلينا نذكر ديفلوبر بعيد براحتك. علاء الهادي لافيستا هايل، ما بيعملش ماركتنج، مش محتاج. ليه؟ لا هو بفلوس بيتكلم عنه وعارف والكلاينت بقى خلاص عارف يعني ايه لافيستا. اوكي، بيوفر الفلوس دي بشكل او باخر، فجاه بتلاقيه بنى لايك مين. احنا كنا في الباتيو تاون في شهر 2 السنه دي. ايوه لسه البروجكت بيلونش. اوكي، احنا في شهر كام؟ 12. انت عندك فيز 1 كلها طلعت. اوكي، طب مين ديفلوبر بيطلع فيز في 8 شهور؟ موضوع صعب يعني جدا. ده في ناس بتقعد بالمشاريع سنين ما بتطلعش. ده محتاج ماركتنج، ده مش محتاج ماركتنج. الحاجه اللي فيها ماركتنج كبير جدا ابعد عنها. صح. فكرتني في حاجه، مش بنعمل دعايه دلوقتي لافيستا ولا حاجه، بس انا كان زمان احنا ابتدينا مع بعض الحدوته دي كلنا مع بعض، عارفين بعض بقالنا 10 سنين. كنت وانا ببيع بايدي كنت دايما اجيب جمله كده افتكرتها دلوقتي بتكلمني. كنت لما اعرض على الكلاينت حاجات لافيستا كنت دايما اختم له كده، اقول له انت عارف انت لو رحت مثلا لافيستا الساحل، الراجل ده عنده كذا حاجه في الساحل، كاسكادا مثلا، لو انت رحت هناك مثلا في شهر يناير، لو ما فيش اصلا مخلوق هناك في الصيف، هتلاقي ناس، هتلاقي مش موضوع ناس، انا بتكلم دلوقتي على الصيانه وحاجات زي كده. فاقول له دايما كده روح في شهر يناير، روح في وسط الاسبوع، الدنيا هناك صيانه مرعبه، مفيش ابره محطوطه على الارض. هو بصراحه يعني هو وامثاله بقى اللي بنتكلم عليه اللي هم الناس البيج نيم، هتلاقي ان هو عنده الحدوته دي بشكل قوي. هتلاقي محدش بيكره حد، طب محدش بيكره حد، محدش بيضايق حد، محدش يعني الناس كل واحد في حاله. في ديفلوبرز تانية البيوت بتاعتها حلوه جدا، أوكي. بس لما تخش الكومباوند هتلاقي ان الكوميونتي فيه صعبه جدا. ده جنب ده. انا بتكلم كايه، كشخص ويل اديوكيتد عارف يتعامل مع هيومن بينج. الموضوع ده احنا مفتقدينه. نرجع لمثل زمان كده، اهالينا علمونا اختار الجار قبل الدار. فانت فعلا يعني زمان، تعال نرجع لورا، كانت البيوت مفتوحه على بعض، صح البيبان مفتوحه على بعض، الدوار صح. وتلاقي مثلا انت والدتك مش موجوده وانا بشوي، اوكي، مامة ايمن قدامي الناحيه الثانيه، مامة احمد، والبيبان مفتوحه، كلنا واحد طبعا، كلنا واحد، وبنخش ونطلع وناكل لدرجه ان هم ما بيعرفوش احنا فين. ايوه دي حقيقه. تعال بص النهارده، لا الموضوع مرعب. انت لو خبطت على حد تلاقيه بيكلمك من ورا عايز ايه؟ طب اعرف انا مين؟ طيب يعني ليه خناقه؟ طب ما يمكن اكون جاي يعني بتعرف عليك، يعني بنتعرف على بعض، بعرف مين اللي ساكن جنبي. لا مفيش الكلام ده. لما بتروح لكومباوند هو محافظ على الكوميونتي، بتلاقي الناس لوحدها بتتعرف على بعض، على البول، في الكلاب هاوس، وهم رايحين بيشتروا حاجه من السوبر ماركت، في الكوميرشال، وهم قاعدين مثلا في اي كافيه من الكوميرشال جوه كومباوند. بتلاقي الولاد نفسهم لما بيخشوا مع بعض نفس المدرسه تعرفوا على بعض. طب تعالى اعرفك على بابا، طب تعالى اعرفك على ماما، فبيعرفوا بعض. فبتلاقي ان فجاه بقى ليك فريندز في الكومباوند وبقيت تخرجوا، وده بيجيب بعد كده بزنس. على فكره ده بيجيب بعد كده بزنس. انا شغال في اندستري، شغال في اندستري، قدرنا نتعرف على بعض، قدرنا نشتغل مع بعض. انما في حاجات تانية لا، الموضوع صعب جدا. الايجو بتاع المصريين وصل لمرحله مش لذيذه. فعشان كده كل ده ليه علاقه بالبيت. طبعا كل ده ليه علاقه بالبيت. انت عارف احنا حظنا حلو بجد،
ان احنا من اول ما ابتدينا المجال في الريل ستيت ان احنا في البروكرج، فبيتيح ليك على حسب الكلاينت اللي بيجي لك ان انت توجهه الراجل ده هيليق هنا، الراجل ده هيليق هنا. زي مثلا الراجل بيروح مثلا لحد بيج ني مثلا في العربيات، الراجل ده عايز عربيه سريعه، الراجل ده عايز عربيه 4x4، الراجل ده عايز حاجه يركب العربيه دي انت بتوجهه على حسب شخصيته، هو هيتوافق في انهي حته. حلو، يعني البوينت دي حلوه جدا، ودي من الحاجات اللي احنا بندي فيها تريننج جوه فلوريدا. حلو. انت اصلا تعرف تعمل ده ازاي؟ عمرك ما هتعرف تعمل ده الا لما تكون عندك اويرنس بالماركت عاليه جدا، فبالتالي انت عندك البرودكت نوليدج، عندك كل حاجه، عندك برودكت نوليدج، مش عندك البرودكت، عندك النوليدج بتاعت البرودكت. الاندستري بتاعت الريل استيت هي اتس اندستري، هو برودكت انت بتبيعه. هو مش برودكت ملموس، مش بضاعه، تمام، بس قد انت هي بضاعه. صح. اوكي، فانا لو عارف كل النيجاتيف والبوزيتيف سايدز بتاعت البرودكت ده، انا هعرف اوجه الكلاينت. يعني الف به كده في الماركت زمان، يعني الله يرحمه طارق بهيج، كان بيدي الكورس. انت عارف في كولدول، انا ما كنتش في كولدول، ومع ذلك كنت بحاول ان انا اخش اخد بس الكورس بتاع طارق بهيج، وعندي لحد النهارده على فكره في المكتب. تمام، في تشابتر كامل على السوات اناليسيس، الاس دبليو او تي، فاكر لحد النهارده. تمام، ايه السترينث بوينت، ايه الويكنس بوينت، ايه الاوبورتيونيتي، والاوبورتيونيتي مربوطه بتايم، وايه الثريتس اللي نبعد عنها. بص يعني فكره بسيطه جدا. لما تيجي تطبق ده على البرودكت، طيب ما هو انا هعرف اني برودكت هو اللي اقدر اديه للكلاينت بتاعي واقدر اخليه يشتريه، واني برودكت اقول له ابعد عنه. حتى لو الفريم الهاله بتاعت الماركتنج مرعبه فعامله كفرج لعينك، طب ما هو بعد كده هتروح زي العربيه الصيني، هتشوف فيها اوبشنز مش هتشوفها في مرسيدس. بس مرسيدس تفضل مرسيدس هي مرسيدس صيني. فاهمك. يعني فكره الامان، السيفتي مش موجوده. وانت على العقار ده يعني رقم واحد سيفتي، صح، لانه لونج تيرم مش شورت تيرم. العربيه الصيني شورت تيرم. فلما تيجي تختار البرودكت بتاعك لازم تختار بالواي دي. وده يمباكت عليك بعد كده في الانفستمنت سايد. لما تيجي تبيع هتكسب هنا اضعاف. دايما يقول لك حط جنيه دهب، صح بالزبط. موافق تمام. بشوي صديقي الجميل، قول لي بقى بجد اخترت ريد كولابريشن ليه؟ بص هقول لك بامانه، يعني الموضوع جه في الاول بالصدفه. احنا بنحاول بقدر الامكان او بنسعى جاهدا ان احنا نفضل ندرس الماركت قبليها. بندرسه بالوعي بتاعنا، بالاكسبيرينس بتاعنا. يعني مش لازم اجي ادرسه بدماغك، انا بدرسه بدماغي انا، باللي فات معايا انا. حلو. فجينا في سنه من السنين في 21 على ما اتذكر، يعني 21 قعدت مع الشركه، تمام، وقلت لهم خدوا بالكم الفتره اللي جايه هيبقى في زي كولابريشن ما بين الشركات كتير جدا، في تحالفات بتحصل. ده لاسباب كتير جدا. اول حاجه الانفنتوري، انا هقول لك الفكره جت منين. الانفنتوري بتاع الديفلوبر النهارده عمره ما هيكوب عدد البروكرز في مصر. انا النهارده لما انزل اكس ناخد بالنا منه قوي دلوقتي، ده خدناه دلوقتي. انا بقول لك 21 كنا بنفكر ازاي. 3000 يونت فكرت فيها بدري، انت برافو عليك. 3000 يونت، وانا عندي اولموست 50-100,000 شركه بروكرج، وكل شركه فيها مئات. طب الانفنتوري ده هيروح لمين؟ ولسه في دايركت سيلز جوه ديفلوبر. فغصب عنك قلت لهم هيجوا حاجه اسمها كوتا زي زمان قوي. هيجي يقول لك ايه، طيب اليونتس دي تروح لفلان، لشركه فلان، اليونتس دي تروح لشركه فلان، اليونتس دي تروح لشركه فلان. مش هيقدر يكوب الماركت ده، رقم واحد. فلازم نخش مع حد احنا كلنا مع بعض نقدر ناخد اكبر كوتا. صح. ده كان رقم واحد. رقم 2، النهارده الديفلوبر مش قادر يتعامل مع كل السوق، شيء ده بيت، والمشاكل العدد كتير قوي، العدد كتر، وهو صعب يكوب من الامبلويز اللي جوه الشركه. الديفلوبر صعب يكوب مع البروكرج كتير جدا، مش عارف يهندل. فلازم نبتدي نمينيمايز شويه الناس. اوكي. بعد كده كان في توجه للديفلوبر ان هو بيدي كوميشن ريت اعلى، بس مش لشخص، لمجموعه. يعني المجموعه دي تخش في التير دي. تمام. كل ده احنا كنا شايفينه بدري شويه. ده كان رقم واحد. طب لما جينا بقى نشوف، كان طبعا في فور موديولز في الماركت، يعني معروفين الفور موديولز. في مثل كده دايما بحب امشي ببساطه شويه. يقول لك اللي نعرفه احسن من اللي نعرفوش. صح. طب انا اعرف مين؟ لا انا اعرف نظمي، اعرف بناني، اعرف خالد، طبعا مع حفظ المقامات كلها. حبيبي. يعني اساتذتنا كلهم حبيبي، انت اللي جميل. فروحنا قعدنا، طب ايه الدنيا؟ لا الناس هنا بتتكلم از بارتنرشيب،
مش حد تحت حد خالص. ومش فرانشايز اونر خالص. فانت مش بيلغي الايدنتيتي بتاعتي. ودي كانت حته فيري كريتيكال بالنسبه لي لان انا النهارده في الماركت بقالي 10 سنين عشان اجي ادي اسمي في الاخر خالص بعد 10 سنين وواصلين لتير محترمه مع الديفلوبرز. يعني احنا اولموست 95% من التير ما بيننا وما بين البيج نيمز اولموست ايكوال. مظبوط. فبنتحرك في 5%، بس ليه ما نتحركش مع بعض؟ فده كان المين بوينت او كور نفسه اللي خلانا نتحرك ان احنا نخش ريد كولابريشن. طبعا في حته بيرسونال شويه دي من ناحيتي انا. لا انا بحب مستر خالد جدا وبحب مستر بناني، وطبعا انت عارف معزتك عندي عامله ازاي، واشتغلنا مع بعض وكسبنا لما كانت شركه 5-6 افراد يعني. والواحد ما بيرجلش بيقول الكلام ده. كنت مهندسين زمان. مهندسين كنت في الدقي والشركه كلها 100 متر يعني أيوة 5 افراد بس يعني. انت كينج. بس لما تيجي تعمل 150 200 مليون which is رقم. طب رقم مبيعات. طب والرقم ده انت عملته مع مين؟ انت كانوا عاملين مع فرع المهندسين وكان لسه ناس تيمك كله للنهارده في ديفلوبرز وسيلز مانجرز ودايركتورز والكلام ده كله. لا احنا عدينا بالستوري دي مع بعض. كان في تاريخ حلو جدا 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 وكنا معروفين. طبعا. طب ليه ما نعملش ده تاني؟ فهو ده كان التحالفات مع بعض اقوى. قول لي بصراحه في حاجه افتكرتها دلوقتي بصراحه. اول ما بقينا ريد وفلوريدا مع بعض في الاندماج الكولابريشن الجميل اللي هو احلو بانضمام فلوريدا الجميله وبشوي باشا طبعا، انت بصراحه ابهرتنا كلنا باول اكسبو حضرتك كنت فيه. انا فاكر كويس جدا ان احنا بعد الايام الاكسبو ال4 بنقعد مع بعض نشوف الارقام والنتائج. انا لقيت فلوريدا في حته فوق خالص ودي كانت اول انضمام ليك. وبصراحه كنت شايفك ما شاء الله اكبر زي النحله رايح وجاي ومش عارف اكلمك والدنيا زحمه، وكنت عامل كميه ميتنج كبيره وما شاء الله الدنيا كانت يعني فلوريدا حسيت انها اللي هو الاكسبو ده انا رقم واحد. انت من الشخصيات على فكره اللي هو كده انا نمبر 1. فده حقيقه ده بجد. فانت قول لي انت استغليت الموضوع ده ازاي؟ عملت ايه عشان تبقى كده في الاكسبو تحديدا؟ موضوع اللي حصل في اول اكسبو او في انضمامنا في ريد، الموضوع بيمشي ازاي؟ احنا اي حاجه في الشركه احنا بنعملها اوبن ديسكشن مع الناس. حلو. بعد طبعا ما لينا احنا وجهه نظر وبنشوف والكلام ده كله، بس بنخلي دايما الموضوع في اوبن ديسكشن مع كل الناس. انا عارف سيلز ومديرين وتيم ليدرز وكل حاجه. انت الدنيا فريندلي جدا بصراحه جدا انا عارف. دايما الجونيور اللي داخل او اللي سنه صغير هو دايما هيفيدك اكتر على فكره، وهيقول لك حاجات. انت بتحب دم جديد جدا. اوكي. لانه عنده اكتر منك. انت عندك اكسبيرينس بس انت ما عندكش الباور وما عندكش النولج، ومن المفروض انت ما كانش عندك النولج تمام زي اللي عنده. هو اللي بيكلم كلاينت، هو اللي بيكوب مع الماركت اكتر، هو اون جراوند اكتر. هو اون جراوند اكتر. اوكي. فلما جينا حصل موضوع الكولابريشن، انا وقفت، انا مش هنسى الميتنج، هو مصور على فكره. وقفت قلت لهم احنا داخلين ريد. قالوا لنا طب ليه؟ شرحت لهم احنا ليه داخلين. بس احنا قدامنا تشالنج. احنا طول عمرنا بننافس من التوب 3 في الاماكن اللي احنا بنشتغل فيها. حلو. ريد معانا سنه واحده بس نكون طالعين منها او طالعين فيها توب 1. دي تشالنج، فانا حطيتهم في التشالنج. فاول تشالنج كانت معانا كانت الاكسبو. حلو. فطبعا عملنا كامبينج في الشركه شهر، مفيش اجازات. نزلنا يوم الجمعه قفلت الباب، دخلتهم قفلت الباب انت بجد، لدرجه ان احنا قفلنا السوشيال ميديا. اقفل فيسبوك، اقفل انستجرام، اقفل الكلام ده. جيش ما يوزلس. اوكي تمام. وحطينا رقم تارجت هننزل نجيبه ان شاء الله في ريد اكسبو، وده حصل. طب الفكره في ايه؟ الانطلاقه. انا داخل النهارده لازم احط الفينجر برينت بتاعتي دي اللي هي فلوريدا كلها، فقدرنا نحط الفينجر برينت. ودي فرقت معانا بقى على توتال السنه ان احنا النهارده الحمد لله يعني من الناس التوب رانكينج في ريد. فدي كانت الجول بتاعك، والحمد لله اللي هو وصلت له بالظبط. لانه انت ما بتعرفش تشتري التايم الحاجه الوحيده اللي بتعرفش تشتريها، لانه ده التشالنج بتاعك. انت دايما بتنافس الوقت الا بالافورت. يعني دايما تايم فيرسس افورت. مره جيت افتكرت حاجه دلوقتي، جيت قلت لي احلى حاجه في الحكايه ان اللي هو التريننج برضو والريد اكاديمي اللي اتعملت وكده مع علي سري. الحمد لله. احكي لنا ايه رايك، الناس بيقولوا عليها ايه؟ بص، علي شهادتي فيه مجروحه شويه. علي شخص جميل جدا هادي. قبل التريننج بتاعه هو دارس سايكولوجيكال سايد حلو قوي، فهو دايما بيلعب على معلم هو بصراحه. بصراحه فبتدخله السيلز الجونيور، مش الجونيور، الفريش جريد. ما يعرفش اي حاجه عن الماركت، بيخرج فعلا متحول. بعد 2 ويكس
هو قاعد شغال معانا. ودي حاجه يعني تحسب لعلي، هو فاضي مركز جدا في ده. هو عارف ان التشالنج بتاعته بتتعاد السايكل كل 2 ويكس، فكل 2 ويكس هو في تشالنج جديده. فبيخش انا في باتش معايا مثلا اوت اوف مثلا 50 100 150 وات ايفر الارقام اللي بتخش عامله ازاي. لا احنا بناخد الديستنيشن، بيشتغل على السايكولوجيكال ايموشنال، بيلعب حلو قوي. بيبريبير السيلز انه يخش الفيد، بينزل يلعب على طول الراجل. فبينزل بعد كده مجرد ما تديله النولج بتاعت المشروع او الديفلوبر او الماركت او الديستنيشن اللي هيشتغل عليها، نازل يتحرك نازل بيروح. صح. وعايز اقول لك دايما، ودي باينه معانا السنتين اللي فاتوا، الفريش جريدز والجونيورز دايما هم اللي بيحققوا على ارقام يعني بيعدوا السينيورز. اوكي. بصراحه برضو انت بتديهم جهد كبير جدا، والفريق كمان الماركتنج بيديهم شغل بصراحه كويس قوي. يعني بصراحه انت عندك كمان في فلوريدا، والحمد لله لما بقينا مع بعض في القصه بحس ان هو يعني الراجل بيستوي، بياخد حقه، هو بيجي تمام. فدي بصراحه من الحاجات اللي تحسب للطاقم كله بتاع فلوريدا، بشوي احنا بنعمل ده شركاتك وكلكم عشان نعرف نعمل ايفالويشن. يعني انت من عمرك ما هتعرف تعمل ايفالويشن مظبوط لحد الا لما تكون اديت له 100% من اللي عندك. اوكي. فلما تيجي تيفالويت الشخص ده او تعمل له ابريزل في الاخر خالص، لا انا عملت كذا واديتك كذا وصلت لحد كذا، فين؟ اوكي. طب انت وصلت لده ازاي؟ طب نقدر نعلي ده ازاي ان كان نيجاتيف او بوزيتيف؟ فمش هينفع تحاسب حد. اوكي. في الاخر احنا بنحاسب بعض في الشغل. هايل. حتى احنا كبارتنرز بنحاسب بعض. حلو. انت عارف القصه دي يعني. موضوع الاكسباند اللي انت ان شاء الله بتعمله في 2025 فادك الموضوع الديبارتمنت. الحمد لله احنا دلوقتي انشأنا الفتره اللي فاتت اللي هو بنساعد في الهايرنج وتالنت اكوزيشن، وان احنا بنجيب ناس، وان لما يبقى في برانش من اول لاخره احنا ممكن ان شاء الله باذن الله نساعد في التعيين، سواء سيلز، مديرين، ناس ماسكه الديبارتمنت في الاوبريشن، في اي مجال، ناس صغيره ناس كبيره، اولاد بنات. شايف الموضوع ده بيفيد فلوريدا ازاي ويوفر عليه وقت ازاي يا بشوي باشا؟ بص، اول حاجه هو بيفيدني انه انا مش شاغل بالي شويه بالريكروتمنت. يعني حتى لو عندي حد انترنال، طب تضرب في السيلز على طول يعني على طول انا محتاج قد كده. انت بتبتدي ان انت بتبريبير المجموعه وبتبتدي يخش انترفيوهات، بنعمل سكريننج، بنعمل فيرست انترفيو، سكند انترفيو، بيعدي الاسسمنت بتاعه. حتى لو عندي شك فيه شويه بينزل التريننج، ما هي سايكل، بينزل تريننج مع علي سري، فبيجي لي اسسمنت تاني، بينزل عندي بيقعد شهر، اشوف اسسمنت ثالث. خلاص صعب جدا يكون عدم من ده كله مش احسن حاجه. اوكي. يعني لو قلت ان حد خلاص هو هيأكزت، هو بنسبه 90% هو هيأكزت. احكي لي ايه الصعوبات اللي واجهتك في حياتك العمليه الفتره اللي فاتت، كام سنه اللي فاتوا دول؟ مرينا بحاجات كتير قوي. بص، في صعوبات كتير طبعا احنا بنقابلها، في صعوبات بنقابلها كل يوم. اوكي. ولكن لو بتتكلم في كرايسيس، دايما من اكبر المشاكل اللي بتقابلنا مثلا تاخير الفلوس من الديفلوبرز. تمام. لان دي بتقابلنا دايما مشاكل كتير جدا في الكاش فلو جوه الشركه. حتى لو انت ملاتك الماليه كويسه كتشغيل، بس انك تقعد 6-7 شهور مثلا بتصرف من جيبك عشان خاطر انت بتبيع ب5 داون بيمنت، ولسه 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 ولسه. ده من ضمن الحاجات اللي بتقابلنا دايما مشاكل. بتقابلني مشاكل تاني دايما في شكل التايب اوف بيبل، يعني تايب السيلز. الناس بتيجي دايما فاكره انه ان انت سي او خلاص انت في مليارات جوه. انت الموضوع ده صعب جدا. يعني هو مش فاهم ان السي او ده هو ممكن يكون اكتر بني ادم بيشتغل في الشركه. يعني لازم يجي بدري يخلص والحمل عليه. المشاكل كلها بتصب عنده. انت حضرتك بتروح تمام، هو مكمل لسه شغل عشان يبريبير بكره وبعده والسنه الجايه والكلام ده كله. هو الناس ما بتشوفش ده. دايما اكتر صعوبات بتقابل الشخص عموما النفسيه. دي لا يمكن حلها، بتفضل تهندل وبتفضل في حاجات طبعا بالديدكت، بس فكره النفسيه نفسها لا، الموضوع صعب جدا. لو هتتكلم على مين توكسيك ريليشن شيب في الماركت، السوشيال ميديا. انا شخص بكره السوشيال ميديا. لانه حاسس ان فيها ميس يوز مرعب. يعني انت عملت حاجه صح وانت مبسوط انك عملت حاجه صح، وعملت حاجه مثلا هي بتامباكت عليك بساتسفاكشن، برضا، انت مبسوط انك وصلت لده. هو مش لازم ده يكون رقم 1 في العالم او رقم 1 في مصر. هو بالنسبه لي انا حاجه كنت I'm seeking to achieve وجبتها. فبالنسبه لي وبالنسبه لناسي ورجالتي احنا مبسوطين. فتيجي تشير، انت بتشير اللحظات السعيده،
الناس ما بتشوفش قد ايه كان في تعب قبلها سنه واثنين وثلاثه وعشرة عشان توصل لدي. تلاقي تريقه الناس مبسوطه عشان خاطر عملت مش عارف ايه. وده مثلا ممكن يكون هو مثلا الفيرست ستيب بتاع حضرتك. هو انت ابتديت زي ما انا ابتديت؟ انت تعرف الستوري بتاعتي كانت ماشيه ازاي؟ احنا ناس ابتدينا يعني مش هقول لك فروم زيرو ليفل، من السكراتش. انت حضرتك ابتديت وانت معاك. we are not the same. الناس ما بتفهمش ده. فالناس بتتاثر جامد جدا 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 بالسوشيال ميديا. في ناس اكل عيشها في الماركت يعني على الحكايه دي انا فاهم، على القصص بتاعت السوشيال ميديا والتريقه والترند، ونمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 بقينا نمبرز. يعني انا مش عارف مين اللي بيحط نمبرز دي، واروح اساله طب انا نمبر كام يعني، ولا انا مش فاهم الموضوع بصراحه. طب انا ناجح في حتتي، حضرتك ناجح في حتتك، حضرتك ناجح في حتتك، انت ديفلوبر، انا بروكر، انت صاحب 60,000 فرانشايز ربنا يبارك لك، انا صاحب 1 برانش ربنا يبارك لي، انت سيلز شاطر، في سيلز تاني شاطر في حته تانية، مفيش حد شاطر في كل حاجه. الموضوع ده من اكتر الصعوبات اللي قابلتنا وبتفضل تقابلك، لانك بتدمر جيل كامل. على فكره انت بتدمر اندستري من غير ما تاخد بالك. اوكي لان الناس بتتعلق بالسوشيال ميديا. صح. اسالك سؤال برضو شويه شبه كده، انت كسيو ناجح ما شاء الله بجد، ودي فرصه ان انا اهنيك على السنه اللي انت عملتها الجميله دي. الحمد لله. احنا قعدنا اول السنه قلت لك هنعمل ايه والفوركاست عامل ازاي. ما شاء الله اكبر، يعني قلت رقم وما شاء الله عديته بكتير، وما شاء الله انا عارف ان شاء الله 2025 هي سنه مهمه جدا جدا بالنسبه لك وبالنسبه لنا كلنا، وان شاء الله باذن الله الرقم برضو اللي انت بتقوله ان شاء الله بتعمل دبل ان شاء الله كالعاده. ما شاء الله اكبر عليك. قول لي انت كسيو ناجح، هل مرت عليك مرحله كده وقت حسيت ايه الحته الفشل دي ودي ريد فلاج ولا لا اصلا في حياتك؟ في فتره جت عليا وصلت لمرحله ديبريشن. ده بجد. السنه اللي فاتت احنا في 24 او سنه 23 في نص السنه كده او في اواخرها تقريبا. اوكي. قابلت اوبستكلز كتير جدا ورا بعض في تايم فيلم قليل جدا، بس اوبستكلز كانت تقيله. كان في ناس معانا يعني ربنا يبارك لهم يعني، ولكن خرجوا من الشركه، خانوا الامانه بشكل او باخر. ده اثر عليا جدا. اوكي. طب ليه عملوا كده؟ انا دايما بسال نفسي، يعني دايما بقول ان ممكن اكون انا السبب في ان هو عمل ده. ده كان موقف. موقف تاني، اتقابلت بنقد وتريقه على حاجات بعملها مرعبه من جوه الشركه ومن بره الشركه يعني. ناس يعني كانت موجوده وخرجت يعني، ده قصدي مش ناس اكزيستنج. فبقيت ابص طب يعني الناس اللي اتريقت دي ووصلوني لمرحله ديبريشن عاليه قوي، حاجه فوق قوي، انا لا اوسكار، انا قد كده، شاغل بالك بيا ليه وبتتريق عليا؟ يبقى ده اللي خلاني ارجع في التفكير. يبقى كده انا بعمل حاجه هي صح وباينه لك قوي، فبالتالي حضرتك بتنتقدها. هي مستحيل تكون العكس. بس انت برافو عليك، انت عمرك ما بتركز معاهم اصلا ولا بترد ولا حاجه. انا يعني انت بتقول لي ايه التشالنج او ايه الحاجه التوكسيك؟ انا بقول لك انا وقفت في الاخر خلاص ان هي توكسيك. في الاول ما كنتش عارف ده. انت بتعالجها بطريقه حلوه، ده قصدي يعني انت بص اكنها مش موجوده. دايما بحس ان النقد والنيجاتيف والحاجات السلبيه كلها هي كده كده موجوده وعمرها ما هتنتهي الى مدى نهايه. خلاص. خدها از فول بنزين. كل لما تاخد نيجاتيف اكتر، كل لما تجري اكتر، كل ما تاخد، كل لما يعني تتشتم. مفيش صاحب شركه ما بيتشتمش، خلينا نكون متفقين. مفيش مدير ما بيتشتمش. مفيش صاحب شركه بروكرج ما بيتقالش عليه حرامي ونصاب والكلام اللي احنا بنسمعه كتير على السوشيال ميديا اللي مبهدل الدنيا يعني. فانت كده كده هيتقال عليك كده. خد ده از فول وكمل بيه وهتكبر بيه. دي كانت من اكتر الحاجات اللي قابلتني. ومن اكتر الحاجات برضو ان انا جيت فتره انصعت ورا الكلام ده، فدخلت تراك مش تراكي. عملت حاجات لمجرد ان ترندي والناس بتقول كده وبتعمل كده، ومعرفتش اوصل المعلومه صح. حسيت ان انا حرقت نفسي في فتره من الفترات. بعد كده لما قعدت مع نفسي، لا دي مش بتاعت انا، ده مش انا يعني. فانا ليه مشيت ورا الكلام ده؟ لا يا باشا، انا اكمل في طريقي واكمل في سكتي واكمل في نفس الواي بتاعتي، وهتوصل لانه ربنا معاك. فربنا معاك دي ما حدش يقدر عليك. صح. مش بني ادم. من اكتر الحاجات اللي ممكن انصح بيها الناس بجد يعني على مدار 12 سنه دول، ما تسمعش لحد. صح، موافقك تمام. يعني اسمع لنفسك بس. كلمه اخيره كده تقولها لحبايبنا كلنا في المجال واخواتنا في المجال، ايه اكتر حاجه اتعلمتها وحصلت لك وما تحبش حد يقع فيها؟
بص يعني هقول حاجه بس من منطلق البوزيشن او تايتل بتاعي. اوكي بالنسبه للماركت، الماركت اجتهاد، ده رقم واحد. يعني اجتهد، ما تقفش، دايما اشتغل، كل يوم هو يوم جديد. كل يوم هتقابل اوبستكلز جديده، حاربها، كمل، ما تقفش. يعني دايما بنكتب في السي في سيلف موتيفيتد، بس ما تحصلش. لا، خليك فعلا سيلف موتيفيتد، كل يوم هي نيو تشالنج. وراك قدامك حلم، محدش هيقومك ومحدش هيجي يسندك عشان تقوم تشتغل على حلمك انت، ده بتاعك انت. فيعني you have your own belief بحلمك انك توصل، فدايما اسعى، ولكن اشتغل سمارت as much as you can. بلاش الافورت الغبي. يعني كلمه غبي، في افورت اسمه افورت غبي، افورت في مكان مش مظبوط، افورت بطريقه هي نفس الوي كل يوم انت هتوصل نفس النتيجه. لا، غير، نوع. الحاجه اللي انا وصلت لها بعد 12 سنه ان السي او الناجح هو اللي بيدور سيستم قبل افراد، مش بيدور افراد، انت بتدور سيستم. بناء عليه هو بيمباكت على الافراد. فلازم السيستم بتاعك انت في الاساس يكون ناجح ومتكامل بقدر كافي اللي بيه امباكت على الافراد بشكل بوزيتيف. المكنه هتطلع قماش. صح. بجد انا مبسوط جدا بشوي ان احنا مع بعض اصلا في المجال ومع بعض في الكولابوريشن. بصراحه انت كنت اضافه جميله جدا مش بس لريد، لكل الناس اللي جوه الكولاب. انت راجل جميل وشاطر ومن الناس بصراحه لما انا باجي وبشوف طريقتك في اداره الناس والمديرين بتعاملهم من يعني بتلبس بدلتهم هم وانت بتكلمهم، وبصراحه بشوفك وانت بتعملهم موتيفيشن اللي هو الويكلي ميتنج اللي انت بتعملهم. بصراحه مكان بيطلع باور مرعب وبوزيتيف بشكل مرعب، وانت كده من 10 سنين نفس الطريقه ونفس الباور. ان شاء الله باذن الله مع بعض ان شاء الله نبقى اقوى واقوى، ودايما ان شاء الله باذن الله ناجحين سوا ان شاء الله. ميرسي جدا يا بشوي، تسلم. ميرسي يا حبيبي، شكرا.